الأداة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي نوت بوك ال ام. الأداة دي من جوجل بصراحة، أداة احترافية جدا. ساعدتني ألخص حاجات كتير وأذاكر حاجات كتير ويبقى عندي إنتاجية أكبر. وأنا صراحة كان عندي مشكلة مع المذاكرة، لأني كنت بعتمد أكتر على دماغي وعلى الفهم اللي أنا بفهمه وأبدأ أحل بيه في الامتحان. جيت بعد كده لما دخلت ثانوي، لما دخلت الجامعة، ابتدى الموضوع يبقى صعب وأصعب بكتير. فتعالوا نشوف الأداة دي بتعمل إيه، وإن شاء الله هيبقى في سلسلة كاملة بأدوات ال AI والأدوات اللي ممكن تساعدني في حياتي أو تساعدني في المذاكرة، سواء وقت الجامعة أو في المدرسة. وهندخل هنا على البحث، نكتب نوت بوك ال ام وهندخل عليها هنا كده. دي دفاتر ملاحظات موجودة بالفعل، وأنا بقى عايز أعمل دفتر الملاحظات بتاعنا أو دفتر المذاكرة بتاعنا. فدي طبعا الحاجات اللي انا ذاكرتها او الحاجات اللي انا رفعتها على الويب سايت. عايزين نعمل مثلا انشاء ورقة ملاحظات جديدة، فهنضغط هنا. هيجي لي بعد كده الايكون دي، هيقول لي ايه المصدر اللي انت عايز تحمله. آه، في بقى من جوجل درايف لو عندك ملفات على جوجل، او رابط موقع عايز تلخصه او تعمل فيه حاجة، او فيديو من على يوتيوب، او لو انت عندك نص عايز تحطه وهو يعمل لك منه. هنشوف الأداة بتعمل إيه بعد كده. هنضغط هنا مثلا، أو لو أنت عايز تحمل ملف صوت أو ملف PDF، هندوس هنا تحميل المصدر، وأبدأ أختار مثلا أي حاجة من الحاجات اللي عندي. أنا مثلا هختار من هنا كده، دي محاضرات عندي في الجامعة، فهبدأ مثلا أحدد المصادر دي. كل المحاضرات اللي عندي، أو لو عايز أرفع له محاضرة واحدة بس، أو لو عايز كتاب. هو بيبدأ هنا بيعمل عملية بروسيس، إن هو يتعرف على المصادر اللي أنا رفعتها له، وهيبدأ بعد كده هنا يعمل لي ملخص شامل للمصادر اللي أنا رفعتها دي. وعندي هو كاتب هنا 3 مصادر. ممكن لو أنا عايز أشيل مصدر من المصادر دي ما أحطوش، أعمل كده، ألغي التحديد وأحدد مثلا المصدر ده أو المصدر ده لوحده، كل واحد لوحده. وأبدأ بقى أشوف. تعالوا نشوف الأداة، إيه الحاجات الخرافية اللي فيها اللي خلاني مبهور بيها صراحة، وخلتها ساعدتني كتير. من الحاجات المهمة يعني بالنسبة لي إن هو بيعمل خريطة ذهنية للموضوع. أنا جربت كذا أداة ذكاء اصطناعي، بس الصراحة كان أدائهم مش أحسن حاجة، ما كانش بيطلع لي بالناتج اللي أنا عايزه. هو هنا هو بينشئ خريطة ذهنية للحاجات اللي أنا بعتها له. وهنا عشان أنا حددت مصدر واحد، فهو عمل لي عن مصدر واحد بس. ندخل هنا على الخريطة الذهنية. صراحة أبهرتني، لأن زي ما قلت لكم أنا جربت قبل كده على كذا تول AI وما ظبطش الموضوع، وما كانش بالسرعة دي، كان في تباطؤ. ابتدى هنا يقسم لي كل حاجة لوحدها ويديني بيانات عنها أهو. ابتدى عمل لي ملخص كامل للمصدر اللي أنا بعته أو PDF اللي أنا بعته. والطريقة دي هتسهل عليك كتير قوي، هتسهل عليك كتير قوي، بحيث إن أنت تعرف التوبيك المعينة أو ملخص المحاضرة اللي أنت تقدر تذاكره. بدل مثلا ما يبقى محاضرة 50 70 سلايد، لا أنت خلاص عرفت المين بوينت الأساسية، هتبدأ تعرفها، تذاكرها، تتعلم منها. تبدأ تدون النوت دي. طيب تعالوا نشوف تول تانية ايه نقدر نستخدمه تاني. نرجع هنا للاستوديو. عندي ان هو ممكن يعمل لي ملخص صوتي للمصادر دي، فانا هحدد مثلا بقية المصادر عشان يعمل لي ملخص كامل، ويبقى زي بودكاست كده تسمعه مثلا وانت في المواصلات او في اي وقت. ممكن يعمل لي ملخص فيديو شرح، يشرح لي مثلا. تعالوا نختار مثلا، نحدد كده على المصدر ده بس على شيت 1، وهو يعمل لي، او بلاش شيت 1، خلينا ده، خلينا في المحاضرة دي، واقول له مثلا اعمل لي ملخص فيديو.
هيبدأ هنا ينشئ لي ملخص فيديو، ومش لازم نقعد جنبه لحد ما نخلص، لا عادي احنا ممكن نعمل حاجة تانية اكتر من حاجة تانية وهو شغال. وانا ممكن هنا اكتب له مثلا واناقشه، يعني هو كمان هيقترح عليا حاجات اناقشه فيها، اللي هو مثلا ممكن اساله عن اي حاجه معايا في ال في البي دي اف اللي انا بعته. اكتب له مثلا تحليل الاشارات، هيبدا هو مثلا يرد عليا، هيجيب لي الحاجات من المصدر اللي انا بعته ليه. هو هنا بيعمل بروسيس اهو، ابتدى يجيب لي تصنيف الاشاره وتحليل الدوريه، الحاجات اللي موجوده عندي في البي دي اف اللي انا بعته. طبعا الفيديو بيتم انشاؤه وانا ماليش دعوه بيه. انا ممكن بعد ما اخلص كده اضغط مثلا ده الحاجات اللي جابها لي، اقول له مثلا حفظ في الملاحظه، هيبدا هنا هو يحفظها لي بحيث ارجع لها في اي وقت زي ما انا عايز. ومن الحاجات الجميله جدا بقى ان هو ممكن يعمل لك تقارير من المحاضرات. لو في دكتور طالب منك مثلا تقرير، او طالب منك بحث تبعته له، تضغط هنا على تقرير وهو يبدأ بقى يعمل لك تقرير. تختار بقى معاه عايز تعمل تقرير خاص بيك، أو عايز تعمل مستند تلخيصي تلخص فيه المحاضرة دي، أو تعمل حاجة ده دليل دراسة، أو مدونة هتخليها، أو يعمل لك ورقة بحثية لو زي ما قلنا الدكتور طالب منك بحث أو تقرير تحليلي أو ملاحظات توضيحية أو شرح المفاهيم، يبدأ يشرح لك المفاهيم في الأجزاء اللي موجودة عندك. يعني الصراحة طول خرافية. على فكرة في ناس كتير اتكلمت عن الفيديو، بس أنا حبيت أتكلم عليه بطريقتي يعني. ومن الحاجات اللي عجباني قوي برضو البطاقات التعليمية دي. هيبدأ هو يعمل لك انشئ هنا بطاقات، انت تدخل عليها. البطاقات دي فيها أسئلة، وفي ظهر السؤال الإجابة بتاعته. ويبدأ برضو ممكن يعمل لك اختبار كامل عن المصدر اللي انت بعته له. مثلا هنا أخليه يعمل لي اختبار، كل حاجة انت بتختارها بتبدأ تنشأ هنا كده عادي. انت ممكن تسيبها وتعمل حاجة تانية لحد ما هو يخلص. نقدر بقى نقعد نناقشه في المحاضرة دي ونتكلم معاه ونفهم منه، طب وضح لي أكتر. طيب أنا دلوقتي عندي الناتج هنا باللغة العربية، أنا مثلا عايزه يبقى إنجليش عشان أنا مش هفهم من المحاضرة غير لما يكون كده. فنيجي هنا مثلا على الإعدادات ونختار لغة الناتج، ونختار مثلا هنا كده، أو أنا مختار اللغة العربية. فأبدأ بقى أختار عندي لغات كتير قوي. أبدأ إحنا بندور على الإنجليزي، أو اخترت اللغة الإنجليزية. نعمل ريفريش كده عشان يبدأ هو يحول الحاجات دي بإنجليزي تاني أهو. ده جاب لي ملخص بالإنجليش عن الحاجات دي بتتكلم عن إيه. زي ما قلنا إحنا أهو بيتم إنشاء الفيديو، بيتم إنشاء. هو هنا خلص البطاقات، تعالوا نشوفها مع بعض. وطريقة لذيذة أوي صراحة. يعني هو هنا سألني السؤال أهو، ممكن لو أنا مش عارف الإجابة أهو في ظهر البطاقة بتكون الإجابة. وممكن كمان أقول له اشرح لي، يعني فهمني ليه إيه السبب وإيه الإجابة دي. هيبدأ هنا يناقشني ويشرح لي الموضوع، وأبدأ بقى أحول. هو عمل لي 37 بطاقة من المصدر اللي أنا بعته له. طيب تعالى نرجع تاني نشوف كده. هو هنا لسه بيعمل الاختبار، مش لازم أفضل قاعد جنبه. ممكن هنا لو أنا عندي ملاحظة كتبتها مثلا ورا الدكتور أو أيا كان، ممكن أضيف ملاحظة من هنا. الصراحة التول لذيذة أوي وفيها حاجات كتير. وإن شاء الله هيبقى فيه فيديوهات كتير الفترة الجاية بتتكلم عن إزاي تذاكر، أو إزاي ال AI تستخدمه في حياتك، وإزاي يخدمك، وإزاي هو يسهل عليك حياتك ويسهل عليك المذاكرة. استنونا في فيديو جديد.
واشوفكم على خير. السلام عليكم.